عايز الحق يعني. الموضوع خلاك تتنفس. برنامج الطروحات الحكومية ليس بيعا لمصر. والله بسأل. الارض بتاعه الحزب الوطني اللي عن مين؟ عايزين تعملوا بيها ايه؟ المبنى اتحرق. فنظام الطروحات اللي الحكومة اعلنته لابد ان الناس تعرف انه ده مش بيع البلد. والله كده. مرحب بيك، ده انت اخونا وحبيبنا، جاي تحط فلوسك عندنا. بالبلدي مش بيع للبلد، ما بنبيعش البلد. مبنى الحزب ولع وراح في 60 داهيه، عايز منه ايه؟ في شركه اماراتيه جايه، واحد يقول لك ايه؟ الامارات تاني. طب عندك مثلا باكستاني. الناس اللي انتوا خايفين يبيعوا البلد وطنيين اكتر مننا. جايب لي انت مستثمر باكستاني داخل على اسود رمضان في حاجة. يعني مش بنبيع البلد، احنا ده جذب استثمارات حقيقية. يعني هو الراجل الاماراتي ده ذنبه يعني؟ ده عيبه؟ ولا همه ان انت عندك سعرين للدولار، ولا همه ان انت ممكن يبقى عندك مشكله في اي حاجه. لما اجي دلوقتي اقول يا جماعه عايزين نفكر بفكر اقتصادي، اجيب ناس وشركات في كوريا شراء، في اليابان شراء، في الصين، ده بكره هتلاقي الناس جايه واقفه. طب بنجذب استثمارات حقيقيه. انت عايز تسيب الارض دي كده؟ اجمل حته ارض في مصر، خد راس الحكمه، تعالى كمان ارض الحكمه. اكون راجل جاي استثمر في بلد، جزء مهم جدا ان اشعر ان انا مرحب بيا، ايا كان اماراتي، سعودي، كويتي، قطري، جايب 5 مليار دولار. النيل ده كله فيه كام فندق؟ هم كام واحد؟ فنظام الطروحات اللي الحكومه اعلنته لابد ان الناس تعرف انه ده مش بيع انا البلد. تحت امرك. علان ليه؟ انا عايز افهم انتوا زعلانين ليه؟ حتى لو في مشكله ضخمه جدا عمرو اديب مش هيتاثر بحاجه. عمرو اديب اخر اخرها يروح ياخد نفسه يروح السعوديه. ايوه، اجندته الاماراتيه، اجندته السعوديه، لا اجندتي المصريه. حد هيقول لي انت بتبيع بلد وانت بتشجع وانت بتقول، انا بقول ما اعتقد انه صواب. هل حضرتك عندك حاجه تانية؟ كان في شيء اخر يعني؟ أنا العالم كله بيبيع اي حاجه، اي حاجه. عايزين نخلص عشان ده عبء على الحكومه. 2 معطل ده لي. انا بعد اللي هو عمل في راس الحكمه ده ربنا يخليك.